أو المبالغة وتصوير الفقهاء جميعا والمراجع جميعا على أنهم أعداء الإمام عليه السلام، والمبالغة في ذلك والتهويل والقول بأنهم لأنهم ما أدري يأخذون بالمنهج الأصولي وليس المنهج الأصولي هو الحق، هؤلاء أعداء للإمام عليه السلام. هذا كله باطل إخواني، ومع الأسف ما عندنا وقت حتى نفصل في هذه المسائل التي بدأت تثار هذه الأيام ويراد بها أو منها تشكيك الناس في أصل التقليد وإزاحة الموقع المرجعي، وهذا خطير جدا. من يريد أو يستهدف المرجعية ككيان إنما هو متمرد على الإمام المعصوم عليه السلام، لأن هذا هو الطريق الذي رسمه الإمام المعصوم في زمن الغيبة، طريق المرجعية لا غيره. من يقول لا تقليد ولا مرجعية والمراجع أعداء الإمام ومن هالكلام التهويلي هذا عدو للإمام، متمرد على نفس الإمام. من أخطر الأمور الأمة هذه، الأمة الشيعية الرافضية، تزيح الموقع المرجعي أو تتمرد عليه. هذا خطر، لك أن تناقش، لك أن تعترض، لك أن ربما تخطئ إذا وصلت إلى مرحلة من الاجتهاد أو مراهقة الاجتهاد، ممكن بحث علمي أو نقاش في المواقف حتى لو تحتد أحيانا، لكن تبقى خاضعا للمرجعية، المرجعية العادلة نقصد، المرجعية التي تستوفي الشرائط. أما أي نبرة، وأنا أحذر من جديد لأنه بلغني من بعض الإخوة في المكتب أنه بعض من ينتمي إلى تيارنا أو ينتسب إليه بدأت تلاحظ منه هذه النبرة في الكلام، أنه مسألة يعني تمرد على المرجعية أو ضرب الموقع المرجعي من رأس. هؤلاء لا ينتمون إلينا. نحن مع أننا ربما من أكثر الجهات الشيعية صراحة في النقد المرجعي إنجاز التعبير، ومعروفة مواقفنا، إلا أننا بالنتيجة حتى وإن رأينا شيئا من المرجعية لا يعجبنا إن كان بقوة الفتوى أو الحكم، فلا بد من الخضوع له، لا بد من إمضائه حتى وإن كان مخالفا لقناعاتنا. ومن نحن أمام المرجعية؟ نحن نتسقف بسقف المرجعية شئنا أم أبينا، هذا أمر المعصوم، انتهى الموضوع. حتى لو اجتهاداتنا مختلفة، حتى لو آراءنا مختلفة، حتى لو تقييماتنا مختلفة، في مقام الفتوى أو الحكم لا الآراء التاريخية، تقييم الرجال، هذا ممكن نخالف المرجعية، نعترض اجتهاد مقابل اجتهاد، رأي مقابل رأي، ليس فيه تقليد هذا أصلا. أما في مقام الحكم، في مقام الفتوى، ما له قوة الفتوى قوة الحكم، لا بد من إمضاء أمر المرجع حتى وإن كان مخالفا لقناعاتنا. وعلى هذا ينبغي أن يتهذب كل من يسمي نفسه رافضيا أو برائيا، فلا يتعدى طوره ولا يتقدم على الموقع المرجعي أو يزيحه أو ينفيه أو يشكك الناس به. أحسنتم شيخ.